يلا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الكريب؟ والله والله حاجة كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ملاها حل. وعملت منه زي السندوتشات اهو. واللي كل بقى الف هنا وشفا. شو بقى انا تعطاهي بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي من جوه؟ باشا اتفضل اتفضل يا سيدي. يلا بقى خلينا نقلبها معاكم. بس جت. حبايبي طبعا هنشوف هنعمل ايه. دي بصله هنعمل تعصيجه لحم مفرومه، معانا فلفل احمر وفلفل اصفر لسه، ومعانا برضو هرسه شطه، هرسه فلفل. ومعانا هنعمل تعصيجه يعني عشان ايه، عاوزين نعمل كريب النهارده. يبقى احنا خبزني اليوم كله خبيز، ماشي؟ مفيش طبيخ النهارده. يلا عشان لما نيجي نعمل لسه ما عملناش الكريب ولا حاجه يعني. استغلت اللبن وسبته يبرد عشان ايه، احنا نعمله جاهز الاول. زي ما انت عاوز تحشيه احشي زي ما انت عاوز تحشيه، بس احنا عايزين ناكله باللحمه المفرومه. يلا، ايه رايكم في الطبق ده؟ لحمه اهي، عينها نساير نساير اهي، ما شاء الله. يلا شوفوا هعمل فيها ايه. هقطعها واحطها سرقه كده فوق بتاع تعصيجة اللحمه المفرومه. دي لحمه بط، بسم الله ما شاء الله. نساير كانت فضلت مننا حاطه في الفريزر، طلعتها قطعها ريهي وهراها صغير كده زي اللحمه المفرومه، متبانش منها خالص ما شاء الله. يلا هوريها لكم عشان محدش يشوفها. ايه رايكم بقى في اللي انا بعمله دي انت عارفين دي ايه؟ دي صدر بطه كان عندي زي ما انا موريه لكم اهو، قطعته هري اهو. واهو شايفين عملته كده، اول بقطعه طول كده كانك بتقطعي قرن فلفل ولا بصل، وبعدين رجعت بعمله كده وقطعه كده اهو. ماشي. اما يكون عندك عيل او فيه مثلا اي حد في بيتك ما بياكلش البط، حاول تحط له في اي طريقه. طبعا ما فيش حد ما بياكلش البط، بس في حد كده يعني. ممكن تلاقي عندك في بيتك حد، ابنك بنتك اي حد، مرات ابنك، حد ما بياكلش البط وانت نفسك تاكله له، لان طبعا هو غذاء بس هو مش احسن من الوزاره اللي بياكل الوزاره. ماشي. طيب انا ازاي بقى تعملي طريقه، حاولي باي طريقه تحطيه في اكل في وسط الاكل، بشرط ان ما يبانش. يعني مثلا انت عندك اللحمه الايه دي، صدر البطه نقطعه مهريه زي اللحمه المفروم. طبعا ما اقدرش احطه مع اللحمه على طول، ليه؟ انا قلت لها اطلعي فوق، هي طلعت تغسل ولا شوف تعمل ايه، واللحمه اتعصجت اهي خلصت اهي. طبعا اما اجي احط دي مع دي، شكل هو دي شكل ودي شكل، هيبان دي مش الوقت لو دي اتحط على دي مش هيبان. انا وزعتيه، تطلع تغسل فوق وتشوف ايه، هتقعد مثلا تغسل فوق، هي هتغسل ولا كده على ما انا اخلص ده اهي واعمله، لانها ايه، مرات ابني ما بتاكلش البط زي ابني. كان عندي برضه ابني ما بياكلش البط. كنت بحاول باي طريقه، كنت بحط له في المحشي وبحط له في اي حاجه. مثلا تعصيجه زي دي، عامله مكرونه بشاميل، حته صدر بطه على حته لحمه مفرومه، واروح عاملاه. طبعا البط مع اللحمه المفرومه ما بانش. والتعصيجه طالما يبقى بهاراتك حلوه والتشكيله بتاعتك وخلطتك حلوه، ما بتبانش دي مع دي. فانا قلت اما اعملها سرقه والله ما يهني ولا شفتني، ولا لو شفته ما هيش واكله من الاكل. انا هعملها ومش هتكلم خالص خالص خالص. هنعمل النهارده ايه، احنا عجلنا وخبزني وفطرنا والحمد لله. دي بقى هنعمله ايه، يعني ايه بين المغرب والعصر كده، يبقى ايه للعشاء يعني. فانا قلت لها اطلعي بقى، طلعت تغسل. قلت لها اطلعي اغسلي، كان وراك حاجه اعملها فوق على ما ايه، وانا خلصت ما عادش في حاجه.
انا خلاص هي بقيت اعمل لها وعملنا احنا الاثنين عملنا التعصيب. قلت لها هي خلصت كده دلوقتي. طلعت فوق، رحت مطلع صدر البطه ومقطعاه وهقلبه فيها واحطه يشرب من اللحمه والتعصيجه دي ولا كانها شافت حاجه. بعد ما تاكل اقول لها ايه رايك في الاكل بتاع ده عامل ايه؟ تقول عسل يا مام. والله يلا بالف انا وشفي قبل المره الجايه. ماشي يا حلوين؟ يلا حاولي تاكلي عيالك اللي ما بياكلوهوش بطريقه بنفس الوقت العيل ما يحسش باي حاجه، وتاكليه اللي انت نفسك تاكلي له. يلا نخلص بقى قبل ما حد يشوفنا. يلا حبايبي تعالى اما نحط ايه، نحط الحاجه بتاعتنا دي قبل ما حد يشوفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ يلا طبعا اهي شايفين عاملاها ازاي؟ هغطيها الوقت اول مش هتبان خالص. بسم الله. ايه اهي، ايه رايكم بقى؟ باينه دلوقتي؟ وهي بتقول ايه؟ الله يا ماما ده اللي بتاع دي ايه، التعصيجه دي حلوه قوي وشكلها حلو ونفسها حلو حلو قوي. يلا كلي بألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه وتخلي حاجه تبان. وهي بقى ايه، احنا قدامنا ساعه كده ولا حاجه على ما نعمل ايه، او نص ساعه. عم تكون دي شربت، عم تكون هي خلصت غسيل هدوم. يا ريت ما تعمليش اللي هو انا واقفه معاك عشان اشوفك بتعملي ايه. قلت لها ماشي حاضر. يلا بس اطلعي اغسلي هدومك وبعدين بتعالي. ايه رايكم؟ في حاجه الوقت باينه؟ في حاجه ولا اي حاجه خالص باينه؟ يلا يا حبايبي اضحكوا على عيالكم في الاكل، اكلهم اللي انت عاوزه تاكلي لهم، اللي هم نفسهم ياكلوه. لو هي حاجه كده بس الواحد بيبقى نفسه ياكل عيل حته بطه، وهو بيبقى الواحد بياكلها ومش عارف ياكل عشان العيل ما كلاش. بس انا بحاول اكلها لهم باي طريقه. في صلصه المحشي بعملها كده واقطعها زي ما انا بقطعها كده واقلبها على الرز والصلصه والشبت وكده ما بتبانش. اكلتها لها مره في المحشي، والنهارده هاكلها له في الكريب. ماشي يلا يا حلوين بألف هنا وشفا يا رب. يلا نكمل الأكلة وياكم يا حبايبي. بقى احنا عاوزين طبعا خلصنا الحشوة بتاعتنا، الحشوة السحرية اللي قلت لكم عليها. عاوزين نعمل كاتشب في البيت. معايا معلقة صلصة، 3 حبات طماطم، فصين توم مهروسين طبعا من اللي احنا عاملينه، حبيت بطاطس صغيرة خالص مقشراها هي، وهضربها في الخلاط مع الطماطم مع نص قرن فلفل اهو. ماشي يلا نضرب دهم في الخلاط مع بعض وهنصفيهم ونحطهم على معلقه الصلصه على النار. ومفيش احسن من انك تعملها كل حاجه في بيتك. وبعد كده بقى ايه، معانا الخل ومعانا السكر. بعد ما نصفي الطماطم نضرب ده كله في الخلاط على بعضه ونصفيهم ونحطهم على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والفلفل والطماطم وفصين الثوم وحبيت البطاطس. حبيت البطاطس دي بدل ما تحط النشا، بدل ما النشا ما تربط معاكي النشويات بتاعه البطاطس هتنشف الميه اللي هتنزل من الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عشان تبقوا في خلاط. حبايبي انا صفيت الخلطه بتاعت الكاتشب. حبيت البطاطس على الثوم على الفلفل الاحمر على الطماطم على كله، واحط على النار. يلا بقى شوف هنحط لسه عليه ايه. نحط عليه شويه خل، ربع كوبايه خل، ونحط عليه معلقتين سكر. يلا يلا نقلبه ونسيبه يغلي بقى. يلا حبيبي طبعا احنا عندنا لبن اهو. عاوزه تعملي الكريب عاوزه تعملي بلبن خالص ماشي، عاوزه تعمليه بلبن كوبايه لبن وكوبايه ميه ماشي، عاوزه تعمليه ميه خالص ماشي.
بس انا هعمل كوبايه لبن، كوبايه ميه، نفس الكوبايه اللي انا هعاير بيه. عشان ايه؟ عاوزين نعمل حاجه تانية باللبن ده. معايا الخلاط اهو، وزيها ايه واحده ميه. يلا بقى نروح نعاير الدقيق. كاتشب معايا الدقيق في البيت اهو، الدقيق اللي انا طحناه. مش هقول يعني ان انا هعمل ايه شرب فينا ولا حاجه، لا والله ما اشترينا اهو، عاملاه لبن ونخلاه وعاملاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلاه لسه نخلاه كمان النهارده، ومستفه الجردل ده اهو. قلت يبقى جنب الرخام اعمل منه اي حاجه، فطير اعمل اي حاجه، اشتريش فينا ولا حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. حط لسه بقى نعمل بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزة تعمليه باللبن ودقيق خالص، ورشة الملح أهم حاجة. عاوزة تعمليه بمية خالص الموجود عندك. قبل رشة الملح اهي، نضربهم في الخلاط ونرجع بقى ايه نحط عليهم بيضة وشوية فلفل أسمر.